السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة كحك العيد. هعمله كحك سواريه زي ما انتم شايفين كده. انا جايبة دقيق متعدد الاستخدامات، اي نوع دقيق. هحط عليه كيلو دقيق، هحط عليه معلقتين من السمسم. جايبة سمنة، نوعين من السمنة، سمنة بلدي اصفر وابيض. زي ما انتم شايفين كده. هضيف بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين كده السمسم. طبعا انا خدت ده بهارات الكحك، معلقة صغيرة، رشة من الفانيليا. هقلب كده كله مع بعض. طبعا انا بدفي السمنه. رشه بسيطه جدا من البيكنج باودر، حوالي ربع معلقه صغيره. رشه من الملح. هضيف كده معلقتين من السكر البودره، وهقلب كله كده مع بعضه. ومعلقه بس من الخميره. طبعا احنا ممكن نحطها في الميه. انا ضفتها على الدقيق عادي، ما يجراش اي حاجه، مفيش منها مشكله. كل ده بقى هنمسك السمنه بقى بعد ما تدفى كده. هدفي السمنه وهي هسيبها تهدى شويه، وبعد كده هضيفها على الدقيق زي ما انتم شايفين كده. هنزلها اهو. السمنه انا حطيتها دفت. زي ما قلت لكم كيلو الدقيق عليه نص كيلو سمنه، بس انا بزود حوالي معلقه كمان، يعني نص كيلو. الكيلو الدقيق عامله عليه 550 جرام من السمنه البلدي او السمنه، اي نوع سمنه، بس يا ريت تبقى سمنه نظيفه بس. وهبدأ بقى بس الكحك كده. هفضل امسكه كده ما بين ايدي كده، وابدأ ادعك فيه حوالي نص ساعة عشان خاطر يبقى ينعم خالص. طبعا انا بحب الكحك ناعم. براحتك انتي لو عايزة تخلي النعومية بتاعته اقل شوية، هتخليه نص كيلو من السمنة او 450 جرام من السمنة على الكيلو الدقيق. لو انتي مش حباه ناعم، بس انا بحب الكحك كحك، يعني كحك يبقى ناعم. اقل من كده بيبقى اسفه، يعني بيبقى زي القراقيش، بس احنا عايزين الكحك يبقى ناعم. هبدأ ان انا ابس فيه كده شويه. وبعد كده اجهز حوالي كوبايه الا ربع من الميه، وهي هبدأ اعجن بيها. طبعا انا بعجن بميه. لو حابه تعجني بحليب مفيش مشكله، بس عايزه اقولك ان انتي بتعجني بميه حلو جدا بالميه. بس ما بنعجنش فيه كتير، يا دوبك مسافه ما الكحكه تلم معانا خلاص كده. بنوقف ان احنا نضيف ميه. زي ما انتم شايفين كده انا ضفت حوالي كوبايه من الميه اهي. زي ما انتم شايفين هي بدأت تلم معايا. اول ما تبدأ ان هي تلم معايا خلاص انا بوقف اني اضيف ميه. خلاص كده هي بدأت تلم خلاص كده ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هسيبها بقى تهدى كده شويه معايا. زي ما انتم شايفين كده طالما بدأت العجينه ما تشققش معايا كده، يبقى هي خلاص ما شاء الله عليها. هسيبها بقى ترتاح شويه كده، واجهز بقى الحشو اللي انا هحشي بيه الكحك. انا هجيب ملبن. كيلو الدقيق بيحتاج بالظبط نص كيلو من الملبن. عندي لوز. ضيفي براحتك، مش عايزه تضيفي براحتك. طبعا انا عندي شويه لوز كسرتهم كده وضفت فانيليا، وهحطهم كلهم على الملبن. وهبدأ ان انا اهرسهم كده بالشوكة. زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا اهرسهم كده بالشوكة. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اكور الملبن كده واعمله على قد حجم الكحكايه. طبعا انا زي ما قلت لكم ان انا هعمله كحك سواريه. الكحك السواريه ده بيبقى صغير جدا. كحكه يا دوبك على قد القطمه على طول. زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا الف كده كرة الملبن بس كده. وهحطه في التلاجة شوية عشان خاطر ان انا اقدر اتحكم فيه. زي ما انتم شايفين كده انا عملت شوية عشان ابدأ ان انا اشتغل في الكحكة على طول. هبدأ بقى ان انا اوريلكم دلوقتي انا باخد قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم ان انا هعمله كحك سواريه. يا ريت لو وصلتوا للفيديو لغاية هنا تعملوا لايك واشتراك للقناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. لو حابين تعملوه خشن شوية زي ما قلت لكم، بنقلل نسبة الدهون من الكحك. يبقى الكيلو الدقيق عليه حوالي 450. شايفين دي كحكة صغيرة. وهبدأ بقى ننقشه. عندك الختامة بتاع الكحك؟ انا عندي الختامة بعمل بيها، لان مش بكون يعني مش بعرف ان انا انقش او ان انا اخد وقت في النقشة. فانا دايما بختمه خلاص عشان ما اخدش وقت وانجز في الوقت. زي ما انتم شايفين كده اهو. ده كحك سواريه. هبدأ بقى ان انا اعمله كده كله مع بعضه وهخلص. وفي الوقت ده بقى اكون مشغله الفرن علشان خاطر يدخل الفرن. هو مش هياخد وقت، يا دوب بس ياخد لون والارضيه تاخد لون. واول ما يخرج من الفرن انا
بسيبه في الصينيه ما بحركوش عشان خاطر يفضل واخد النقشه. عايزه اقول لكم علشان هو ناعم، ناعم جدا ما شاء الله عليه. مشقق في الملبن بعد ما خرج واستوي. هتشوفوا معانا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الكحكه صغيره جدا. زي ما قلت لكم ان الكحك علشان هو ناعم جدا طالع مشقق كده. بس عايزه اقول لكم ان الكحكه ناعمه جدا. شايفين ده اللون الذهبي الجميل. عايزه اقول لكم ان انا مش عارفه امسكه من نعوميه. طبعا لو برد هيبقى احسن من كده. بس هو ده كحك السواريه، كحك صغير جدا. يا دوبك هي على قد القطمه. بس كده ابدا بقى ان انا ارصه في الاطباق. زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ناعم، جربوه بالطريقه دي. انا عملته قبل كده وبرده بنفس الطريقه. يا دوبك حاجات بسيطه جدا، ضايفه اضافات بسيطه او مزوده حاجات بسيطه جدا. ان شاء الله يعجبكم. وهي دي طريقه الكحك زي ما انتم شايفين كده، هو ناعم جدا. ما شاء الله ان شاء الله هيعجبكم. وبرضو الوصفة التانية عندكم بتاع العيد اللي فات. كل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله هحاول ان انا اعمل معاكم وصفات تانية ان شاء الله. ان شاء الله ممكن اعمل معاكم كوكيز قريب ان شاء الله وانزله برضو. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.